من الجانب السعودي. احتجاجا على اعتقال الناشط المصري أحمد الجزاوي في أثناء وجوده بالأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة بتهمة إهانته للذات الملكية، نظم اليوم عشرات من النشطاء والحقوقيين وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية للتضامن مع الجزاوي، معلنين الاعتصام حتى الإفراج عنه. لابد أن تكون الأراضي المقدسة لا يتم استغلالها كمصيدة لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين. 2، نحن نرفض تماما العقوبات البدنية على المصريين، والسعودية لا تجرؤ على تنفيذ مثل هذه العقوبات البدنية لا على الأمريكان ولا على الأوروبيين، ويجب أن تتوقف مثل هذه العقوبات على المصريين. وقفتنا النهارده للي تعرض له أحمد الجزاوي، هو محامي رفع دعوة أمام القضاء الإداري للمطالبة بتحديد الوضع القانوني والسبب القانوني لمجموعة من المصريين المسجونين بدون وجه حق في السعودية، وأعقبها برفع دعوة تعويض لسجنهم بدون وجه حق. تم صدور حكم ضده غيابي بحبس سنة والجلد 20 جلدة بناء على تصريحات خاصة في بعض القنوات على القضية بيصف فيها النظام السعودي والنهج اللي فيه تعنت إزاء المصريين. أنا جاية عشان أقول للدول العربية والأجنبية ستوب عن إهانة الشعب المصري. لما كان من أيام مبارك كان اللي يتحبس واللي يتسحل في أي دولة وكان بيخلينا ما نفتحش بقنا من أمن الدولة يقبض فينا، ولكن دلوقتي خلاص الشعب المصري صحي وصار وما لا نسمح لأي دولة من الدول أنها تهين مصر. مش هنقبل أنه في مصر بعد الثورة تحديدا أنه يتم إهانة أي مواطن مصري تحت أي مسمى أو أي دعوة، وبنقول للنظام السعودي أنه اللي كان بيحميكوا سقط. في حين نفت السفارة السعودية صدور أي حكم ضد الجزاوي، موضحة في بيان صحفي أنه تم إلقاء القبض عليه بعد أن ضبطت معه حبوب مصنفة من بين المواد المخدرة، وكانت مخبأة في علب حليب أطفال مجفف. وأكد البيان أنه سيكفل له حق الاستعانة بهيئة دفاع. وفي إطار سعي عدد من الشخصيات العامة لاحتواء الأزمة، توجه بعض نواب مجلس الشعب من بينهم مصطفى النجار وعمرو الشبكي ومعهم الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة إلى السفارة السعودية لمقابلة السفير السعودي الذي أكد لهم أنه ليس هناك حكم بالسجن أو بالجلد عليه، وأنه قد ألقي القبض عليه لأسباب أخرى. كما أجرى عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية اتصالا هاتفيا مع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الذي وعده بحل الأزمة في أقرب وقت. وبالأمس طالب مجلس الشعب وزارة الخارجية المصرية بالتحرك لمساعدة الجزاوي. وعلى موقع تويتر استنكر كثير من السعوديين ما قامت به السلطات السعودية، فعبر شاب عن ألمه من اعتقال ضيف أتى قاصدا بيت الله الحرام، وذكر آخر أن الحكومة السعودية لا تزال تحرج شعبها أمام الشعوب الأخرى. أنا هنا واقف لك القضية، أنا هنا واقف لك القضية، مش مستني يا باشا طريقية، مش مستني يا باشا. كانت قضية الجزاوي قد تفجرت حسب رواية أهله بعدما اعتقل فور وصوله إلى جدة الثلاثاء الماضي لأداء مناسك العمرة بدعوى أن هناك حكما غيابيا صادرا ضده بالحبس لمدة عام مع 20 جلدة بتهمة إهانته للذات الملكية، وذلك بعد قيام الجزاوي برفع دعوى قضائية على السلطات السعودية متهما إياها بمعاملة المصريين معاملة سيئة واعتقالهم دون محاكمات. قضية أحمد الجزاوي تعيد التركيز على ملف المصريين في الخارج الذين تضيق عليهم الأرض أحيانا بما رحبت ولا يجدون نصيرا. سارة حسن، 10 مساء.